ودي كانت صينية السمك اهي، يا رب تعجبكم. بصوا عاملة ازاي. عايزة تنشفيها اكتر من كده هتنشفيها. انا لسه مشغلة يا جماعة الفرن، حطيتي في الفرن وبعد كده تطلعي على الشواية. بصي هتديك اللون الجميل دوت اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اهو. تتبيلتها تحفة زي ما بقول لكم. دي للمكاريل، للسردينة، للبولتي، للبوري. يا سلام بقى لما السمك التعابين كمان يرخص، تحفة. ده بيتعمل بقى برضو كده وفي الطاجن. فدي كانت ايه تتبيلة النهاردة اهي بتاعت السمك البلطي. طريقته جميلة وريحته قلب الشقة اهو. بصوا عامل ازاي. حطي فيه كل اللي انت عايزاه. في ناس بتحط تحتيه كمان بطاطسايه بتاخد الطعم. متهيألي البوري اللي ممكن يتحط فيه كده اهو. بصوا عامل ايه. بصوا السمكة عاملة ازاي اهو. فاقول لكم ايه، خشوا معايا على الفيديو وشوفوا طريقة تتبيلة السمك البلطي اللي معمول صينية اهوت. يا رب تعجبكم. فمستنياكم، يلا خشوا على الفيديو وشوفوا الطريقة انا عملت التتبيلة الحلوة دي ازاي. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنعمل ايه؟ هنعمل صينية سمك. ايوه سمك بلطي. الطريقة دي يا جماعة تنفع لايه؟ انا على طول بقى وانا بتكلم المهم اهو السمك هركنه كده دلوقتي اهو. هبدأ دلوقتي اهو. حاجته اهيت. البصل اهو ماشي. الطريقة دي تنفع لانواع سمك كتير قوي. عندك بقى كمون، كزبرة، فلفل، كاري، كركم. بصي اللي عندك بقى هتطعمي بيه انت صينية السمك اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول هندعك بقى الدولت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة دي تنفع للبوري، تنفع للمكاريل، تنفع للسردين، تنفع لايه تاني، تنفع للبوري، تنفع للمكاريل، تنفع للسردين، تنفع لقشر البياض، تنفع للبلطي اهو زي ما انتم شايفين. طريقه جميله جدا. تنفع لسمك كتير. وفي ناس بتعملها للقراميط بصراحه، بس انا ما جربتهاش للقراميط يعني. مش هكدب عليكم. هحط ايه شويه زيت برضو اهو. في ناس كتير بتعمل القراميط كده وانا ما عملتهاش اهو. الهريسه اللي هي الشطه الحمراء والثوم كمان اهو. خليكم معايا. الفلفل احمر اخضر، كل الحاجه اللي عندك الحلوه تطعمي بيها. عصير الليمون اهو زي ما انتم شايفين. هدعك الاول كده اهو. الهريسه ديت بالثوم. بصوا الشكل لوحده جميل ازاي اهو. طريقه روعه وجميله. هنطعم بيها بقطايه، قطايه كده ولا قطايتين برضو اهوت. عصير ليمون اهو كمان. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ركننا الحاجه دي كلها كده على جنب وجبنا البولتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هطعم البولتي برضو اهو. عايزه هجيب سكينه دلوقتي وهشرحه برضو كده. انا عايزه دلوقتي هوريه لكم الاول انا هعمل ايه وهرجع لكم ايه تاني. هكمل وارجع لكم تاني. هطعم البولتي اهو زي ما انت شايفه اهو. فانا هخلص الطريقه ديت وهرجع اوريك انا عملت ايه اهو. خليكم معايا. رجعت لكم تاني اهو زي ما انتم شايفين. نص التتبيله حطيتها تحت السمك وحشيت بيه، تبلته بنفس التتبيله. وهو زي ما انتم شايفين تتبيله جامده جدا وريحتها تحفه. هتحطي اللي انت حباه للسمك يطعم معاك هتحطيه معاه. فزي ما انا عملت كده التتبيله نصها تحتيه
وحشيت السمك بنفسها، والباقي اهوت على الوش. فانت عايزه دلوقتي انا هحطه دلوقتي ياخد كده. لازم قبل لو انت هتدخليه الفرن لازم الاول تسخنيها طبعا فوق البوتاجاز، لا اما الفرن عندك يبقى حامي. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، ممكن تعمليها خالص فوق وتدخلي تعملي وش بس تديها وش، وممكن تدخليها دلوقتي على للفرن، وبرده في الاخر خالص هتعمليها تديها وش. الوش بتاعها تشغلي عليه الشوايه الطريقه اللي هتعجبك هتعملي بيها. فانا دلوقتي هخش بالصينيه على الفرن، ولما تخرج هوريها لكم اهي. يا رب تعجبكم، تتبيله جميله جدا جامده. عندك اي سمك هتعملي بيها برده زي ما انا قلت لك. فهرجع لكم تاني. رجعت لكم. بصوا اكله السمك اهي. اكل السمك بتتبيله رهيبه يعني. بصوا عامل ازاي. السمك البلطي بنقليه بنشويه، بس انا ايه عملته صينيه اهو. بصوا عامل ازاي. بتتبيله جميله قوي. عايزه الطعامي كمان تفرشي تحتيه بطاطسايه، هتفرشي تقطعيها مكعبات او طرنشات كده وتحطيها تحت مع الخلطه برضو جميله قوي. هتعملي جنبه رز ببصل، رز احنا بصراحه عملنا رز ابيض النهارده مع السمك ده اهو. اهم حاجه هتطعميه بايه والتتبيله طعمها ايه. الفلفل حراق عندك هتحطي، لو عندك اطفال طبعا ما بتحبش الحراق او كبار برضو مش هتحطي، بس انا حطيت كل انواع الهريسه اللي عندي بصراحه حطيتها مع الفلفل برضو الاخضر الاحمر والاخضر. وعملنا جنبيه رز ابيض. عايزه تنشفيها انت اكتر من كده حاجه برضو ترجع لك اهو. ريحتها قلبة الشقه قلبة الشقه. ونفس التتبيله دي هتعملي بيها اي سمك انت بتحبيه تعمليه صينيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وطريقه السمك دي ان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي رايكم ايه فيها. التتبيله بتاعتها حلوه، ايه رايك فيها اهو. بصوا اهم حاجه بقى اللي انتوا شايفينه ده في الاكل بيبقى طعم جدا. هتاكلي بقى بالعيش تاكليه على الرز تحفه، والا لو كان حراق بقى شويه بصراحه حاجه جامده جدا. اقول لكم ايه، استنونا في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله في يوميات وفاء ودينا. اقول لكم ايه، السلام عليكم.